إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بادئ ببدء نحمد الله تبارك وتعالى أن جدد اللقاء بحضراتكم في هذا المسجد الطيب المبارك، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عامرا بالخير والصلاح بإذنه سبحانه وتعالى، وأن يجعل كل من يرتاده من أهل الصلاح والتقوى ومن أهل الله عز وجل وخاصته. اجتماعنا اليوم أيها الكرام سيكون بإذن الله عز وجل اجتماعا دوريا، بمعنى أنه سيكون مرتين كل شهر بحصة كل أسبوعين، لنتدارس بعض المسائل العظيمة من دين الله تبارك وتعالى عليها مدار النجاة والسعادة في الدارين، في الدنيا والآخرة، ألا وهي مسائل الاعتقاد. سنتدارس بإذن الله عز وجل مسائل العقيدة الإسلامية من خلال كتاب مشهور معروف، وهو مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ولا بد قبل أن نشرع في هذا الكتاب فيما نستقبل إن شاء الله من بعض المقدمات تشتمل على بعض التنبيهات التي لا بد للمسلم أن يعلمها، وذلك ببيان معنى العقيدة وبيان أثرها في صلاح الفرد وصلاح المجتمع على السواء. لأن بعض الناس حينما يسمع العقيدة يظن إنما الكلام فيها عن أمور لا يصلها عقله ولا يمكن أن يدركها بحال من الأحوال، أو أن بعضهم يظن بأنها خاصة بطلبة العلم أو العلماء، وهذا ليس شأن العقيدة الإسلامية، بل العقيدة الإسلامية هي من شأن كل مسلم، وهي أمر واجب على كل مسلم أن يتعلم وأن يعتقد وأن يحمله في قلبه طاعة لربه سبحانه وتعالى. وهي من السهولة بمكان، وهي من البساطة بمكان، وهي من الوضوح بمكان. ليست عقيدة معقدة، وليست عقيدة فلسفية كلامية، لا، بل هي محض النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا سترون بإذن الله عز وجل من خلال هذا الكتاب أننا لن نخرج عن نص الكتاب والسنة، نستقي عقيدتنا من كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. العقيدة هذه أيها الكرام ليست مادة مستقلة عن جميع الأحكام الشرعية أو عن باقي الأحكام الشرعية، بل هي جزء متأصل وركن ركين في كل الأحكام الشرعية، حتى في مسائل الأحكام العملية كالصلاة والطهارة والزكاة والحج والصدقات ونحو ذلك من الأحكام. كل ذلك تدخل فيه العقيدة وهي أصل فيه. فالمسلم قبل أن يتعبد لله عز وجل بالصلاة فهو قبل ذلك متعبد من الله تبارك وتعالى بأن يعتقد وجوب الصلاة، وقبل أن يتعبد لله تبارك وتعالى بفعل الحلال واجتناب الحرام فهو متعبد قبل ذلك باعتقاد حل الحلال واعتقاد حرمة الحرام، كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله،
أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ قال نعم. صليت المكتوبات أي الصلوات الخمس، وصمت رمضان هو الشهر المعروف الذي نصومه بحمد الله تبارك وتعالى. أحللت الحلال وحرمت الحرام، للعلماء في ذلك تفسيران. أحد التفسيرين أن معنى قوله أحللت الحلال وحرمت الحرام أي اعتقدت حل الحلال وفعلته، واعتقدت حرمة الحرام واجتنبته. إذا لا بد قبل الفعل أو الترك لا بد من عقيدة تدفع إلى ذلك الفعل، وهذا يقودنا ويسوقنا إلى حقيقة لا بد من العلم بها في جانب العقيدة، وهي أنه لا يخلو إنسان عن اعتقاد، لا يخلو إنسان عن اعتقاد، ولا يخلو إنسان عن دين أبدا. فكل إنسان متدين، إما متدين بدين صحيح أو متدين بدين باطل، وكل إنسان معتقد، إما معتقد لمعتقد صحيح أو معتقد لمعتقد باطل غير صحيح. وذلك أن الإنسان لا يقدم على فعل أمر ولا على تركه إلا إذا كان له دافع من داخله يدفعه إلى فعل ذلك الشيء أو إلى ترك ذلك الشيء، وهذا هو العقيدة بذاتها. وبهذا الكلام يسقط قول من يقول نحن لا دينيون عياذا بالله، أو ما يسمون بالملحدين. هذا الكلام في ظاهره قد يقبل إن كان المراد أنهم لا يدينون بدين من وضع الله عز وجل أو من وضع البشر، وإلا في حقيقة الأمر فهم يتدينون بماذا؟ بأهوائهم، يتبعون ما تملي عليهم أهواءهم، لأن حقيقة الدين كما فسره العلماء الدين مبناه على الانقياد، الدين مبناه على الانقياد، فكل ما تنقاد به له فأنت متدين به. فمن كان منقادا للوحي والشرع فهو متدين بماذا؟ بالوحي والشرع، ومعتقد بذلك الوحي والشرع من كتاب وسنة. ومن كان منقادا لهواه فهو متدين بهواه. ومن كان منقادا لفلان أو علان من الناس يطيعه ويعبده من دون الله فهو متدين بذلك الشخص أو متدين لذلك الشخص من الناس، وهكذا. إذا لا يخلو إنسان عن اعتقاد. حتى قال بعض المؤرخين الإغريق قال قد وجد في التاريخ مدن بلا حصون ولا قصور ولا سدود ولا قناطر، لكن لم نجد مدنا بلا معابد. بحثوا هؤلاء علماء التاريخ الذين بحثوا في تاريخ الأمم، تاريخ الحضارات، وجدوا حضارات ومدن كثيرة خالية من القصور، لا قصور فيها، وبعضها خالي من الجسور، وبعضها لا حصن له، وبعضها لا سد له. لكن هل وجدت مدينة لا معبد فيها؟ لم توجد مدينة لا معبد فيها. فهذا يؤكد لنا هذه الحقيقة، وهي أنه لا يخلو عن إنسان عن دين يتدين به، لكن بعد ذلك الدين دينان، دين حق ودين باطل، والمعتقد معتقدان، معتقد صحيح حق ومعتقد خاطئ باطل، مرد ذلك إلى ماذا؟ إلى معرفة ما جاء عن الله تبارك وتعالى. فالعقيدة أيها الكرام التي سندرسها هي العقيدة الإسلامية، هي المستقاة كما قلنا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه العقيدة كما عرفها العلماء هي مجموعة الأحكام التي أوحى بها رب العالمين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي يجب على المسلم أن يعقد عليها قلبه، ولذا سميت عقيدة من العقد وهو الرب. وهذا شأن كل معتقد، فالذي يعتقد صحة شيء تجده أنه يربط عليه قلبه جازما به متيقنا فيه غير شاك فيه أبدا. كذلك حال العقائد الإسلامية هذه، فالمسلم يعتقدها يربط عليها قلبه يجزم بصحتها لا يداخله شك فيها. هذه العقيدة أيها الكرام ليست كما يظن البعض حبيسة القلوب، بل هي أمر يقع في القلب نعم، لكن يظهر أثره على الجوارح. هي منهج متكامل في دين الله تبارك وتعالى، تكون سببا بإذن الله عز وجل لإصلاح الفرد بذاته ولإصلاح المجتمع بأكمله. تصلح الفرد حينما يتجرد عن عبادة غير الله
الله سبحانه وتعالى، ويصير هواه طوع مولاه سبحانه وتعالى. فالذي يعتقد بأن المستحق للعبادة إنما هو الله لا يمكن أن يذل أو يخضع أو أن يعبد أو أن ينقاد أو أن يطيع غير الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يتدين بغير أمر الله أو نهي الله سبحانه وتعالى. والذي يعتقد بأن الرازق هو الله لا يمكن أن يسأل رزقه من عند غير الله. والذي يعلم ويعتقد بأن الذي يقضي الحاجات هو الله عز وجل لا يمكن أن ينزل حاجته بغير الله سبحانه وتعالى. والذي يعتقد بأن الله هو العظيم هو الكبير هو الجبار هو القهار سبحانه وتعالى لا يمكن أن يعظم غيره سبحانه. والذي يعتقد بأن الله هو الغفور وهو الغفار سبحانه وتعالى لا يمكن أن يجعل ذنوبه بين يدي الناس لعلهم يغفرونها أو لا، يعلم بأن الذي يغفر الذنوب هو الله سبحانه وتعالى. والذي يعتقد بأن الله هو الشكور يقدم أعماله وهو يعلم أنها بين يدي الله الشكور الذي يجزي بالكثير على القليل. فمثل هذه العقائد وهي بعض العقائد تدفع العبد لأن يستقيم على أمر دين الله على أمر دين الله سبحانه وتعالى. وهذا يفسر لنا حال الصحابة الذين كانوا على الشرك قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام أو في زمن مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أن حالهم انقلب رأسا على عقب بعد أن أسلموا ودخلوا في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي غيرهم؟ هو العقيدة التي بثها النبي عليه الصلاة والسلام في قلوبهم. ولذا كان من أوائل ما يأتي به الأنبياء الدعوة إلى التوحيد الذي هو أساس العقيدة ولبها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهي أول دعوة التوحيد. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يعلم أن العبد إن استقام معتقده واستقام قلبه فإن الجوارح تستقيم. وهذا قد مر معكم بحمد الله تبارك وتعالى مرارا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. والذي يصلح به القلب هو المعتقد الحسن، هو المعتقد الصحيح، هو المعتقد الحق الذي جاء عن الله تبارك وتعالى. ولذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما عند البخاري: كان أول ما نزل ذكر الجنة والنار، ذكر الجنة والنار، فلانت قلوب الناس فاستجابوا. ولو كان أول ما نزل لا تزنوا ولا تشربوا الخمر لقال الناس لا ندع الزنا أبدا ولا ندع شرب الخمر أبدا. عائشة ترشدنا إلى قضية مهمة وهي فيما نتحدث فيه الآن. ذكر الجنة والنار يقوي ماذا في الإنسان؟ يقوي قلب الإنسان، يقوي الرجاء في الله ويقوي الخوف من الله تبارك وتعالى. والعبد حاله أنه يسير إلى الله بين الخوف والرجاء. فإذا تمكن هذا من قلبه واستقر هذا في قلبه بمعتقد صحيح جازم فيه فإنه يسهل عليه بعد ذلك أن ينقاد لله رب العالمين. ولذا كان الأمر يأتي للصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام فما يترددون فيه أبدا، بل يباشرون ويعملون وينطلقون في طاعة ربهم سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن قلبهم حي بتوحيد الله تبارك وتعالى. وهذا حال كل إنسان في كل زمان يريد أن يصلح من حاله، يريد أن يصلح من استقامته على دينه، يريد أن يصلح من عبادته لربه سبحانه وتعالى. ينبغي أن يكون له جانب من رعاية الاعتقاد، أن يراعي الاعتقاد السليم، أن يتعلم العقيدة السليمة. ولا ينبغي أن يكون هذا التعلم مقصورا على قراءة الكتب، بل ينبغي أن يكون ذلك سببا يبعث العبد على مزيد القرب من الله سبحانه وتعالى. فأنت حينما تتعلم أن من أسماء الله عز وجل السميع ومن صفاته سبحانه وتعالى السمع، فإن من مقتضى هذه العقيدة أن تتعبد لله عز وجل بمقتضى هذا الاسم الكريم وهذه الصفة الكريمة، وهي أن تحذر أن يسمع الله منك ما لا يرضيك سبحانه وتعالى. وحينما تعتقد بأن من أسماء الله البصير وأن من صفاته البصر سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، فإنك تتعبد لله عز وجل بذلك بأن تبتعد عن الأماكن التي تسخط الله تبارك وتعالى، وأن تحرص على أن تكون
في المكان الذي يرضي الله تبارك وتعالى. إذا كان حال العبد كذلك فإنه يستقيم بإذن الله سبحانه وتعالى. فالعقيدة تؤثر تأثيرا جذريا كما يقال. هذا في خصوص الفرد. ولو أردنا أن نذكر في ذلك الشواهد الكثيرة من حياة الصحابة لرأيتم العجب العجاب، كيف أن الصحابي الذي كان يعبد حجرا أو يعبد شجرا أو يعبد أي صنم كان، كيف يتغير حاله بسبب ما تعلم من توحيد الله تبارك وتعالى. كذلك حال المجتمع أيها الكرام. النبي عليه الصلاة والسلام ظل 13 سنة في مكة المكرمة يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ولم ينزل من الأحكام إلا النزر اليسير، الأشياء القليلة: الصلاة، صلة الرحم، الدعوة إلى مكارم الأخلاق، بعض الأحكام الشرعية. أما غالب الأحكام فنزلت في المدينة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، دعوة إلى التوحيد. لماذا؟ ليقيم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك المجتمع السعيد، المجتمع السعيد بأتم معنى الكلمة، وليقيم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة الفاضلة، لا كما تخيلها الفلاسفة كما كتب فيها أفلاطون وغيره، لا، المدينة الفاضلة التي قامت بشرع الله وقامت بوحي الله وقامت على منهاج وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المدينة الفاضلة يعمها الخير. نعم فيها بعض الشر، قد يقع فيها الزلل وقد تقع فيها الكبيرة، لكن ليس حالها كحال سائر المجتمعات التي يسودها البغي، والتي يسودها الظلم، والتي يسودها الفساد، والتي تسودها المعصية وتسودها المنكرات عياذا بالله سبحانه وتعالى. بل هو مجتمع فاضل أساسه قوة الإيمان بالله عز وجل. فكل مجتمع يروم السعادة ويروم الصلاح لا بد أن يبني أسسه على المعتقد السليم، وهذا ليس خاصا بالمجتمع العام وهو أمة الإسلام، بل حتى في المجتمعات المصغرة كالأسرة مثلا. الأسرة السعيدة هي التي تحيا بالإيمان بالله تبارك وتعالى، هي التي تحيا بسلامة المعتقد في الله تبارك وتعالى. تنظر أنت في ثمار العقيدة التي يبنى عليها المجتمع، تجد أمورا 3 هي من أهم الأمور في المجتمع، والتي إن تحققت في مجتمع كان المجتمع سعيدا بإذن الله عز وجل. تجد أن العقيدة الإيمانية والعقيدة الإسلامية تقوي الرابطة الإيمانية بين أهل المجتمع الواحد، تحقيقا لقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. فتقوي هذه الروابط. فليس الذي يربطني بك هو النسب ولا القبيلة ولا العشيرة ولا اللغة ولا الجنس، لا، وإنما الذي يربطني بك هو الإيمان. هذا العقد الذي عقده رب العالمين لما قال: إنما المؤمنون إخوة، والذي عقده النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: المسلم أخو المسلم. إذن على هذا سواء كنت جزائريا أو كنت مغربيا أو كنت من شرق الأرض أو كنت من غربها أو من أي بلد كان، أنت أخي في الله، أخي بما عقده الله تبارك وتعالى. ورغم أنفي ولو لم أرد ذلك، ما دام الإيمان متحققا وما دام الإسلام موجودا فثمة رابط يجمع بيننا، ولا شك أن هذا من أعظم الروابط الذي يجمع بين الناس. زد على ذلك من ثمار هذه الرابطة أن الشرع ما تركها هملا، لم يتركها هملا لأهواء الناس يتعاملون فيها كيفما شاءوا، لا، وإنما جعلها مضبوطة بضوابط. ومن هذه الضوابط أن جعل رب العالمين سبحانه ونبينا عليه الصلاة والسلام مقتضيات لهذه الأخوة، بما يسمى عند العلماء حقوق الأخوة. يعني لا يمكن أن تقوم الأخوة الإيمانية إلا بحقوق تؤدى. تقرأ أنت في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة، وتتبعها بآيات بعدها تجد فيها ذكر الأخوة الإيمانية: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. التنصيص على الإصلاح، وهذا من مقومات العيش الجماعي. ثم يقول بعدها سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم
ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ومن لم يتب واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إذا ذكر الله عز وجل في هذه الآيات ذكر مقتضيات الأخوة الإيمانية، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، وفي رواية ولا يسلمه ولا يكذبه ولا يحقره، في غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تبين لنا وتوضح أن هذه الأخوة وهذه الرابطة التي ربطها الله عز وجل بالأخوة الإيمانية لا يمكن أن تقوم إلا إذا أديت حقوقها التي بينها الله تبارك وتعالى وبينها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا كان من مقومات المجتمع الإسلامي هي هذه الرابطة الإيمانية التي تقتضي الأخوة خاصة بين المؤمنين، هل يعني أن غير المسلمين يظلمون في المجتمع الإسلامي؟ لا يعني ذلك، لأن التعامل مع هؤلاء يكون وفق أحكام شرعية جاء بها ديننا وبينها نبينا عليه الصلاة والسلام: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، لا يحملنكم بغضكم لقوم على ألا تعدلوا في حقهم اعدلوا هو أقرب للتقوى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة. إذا نحن مع كلامنا عن الرابطة الإيمانية لا يعني أننا نعامل غيرنا بظلم أو جور أو عنف أو نحو ذلك من الأمور التي تقع في دنيا الناس، لا، نحن نتعامل مع كل شيء في الحياة الدنيا سواء كان آدميا أو كان بهيميا بمقتضى شرع الله تبارك وتعالى. حتى البهيمة هذه نتعامل معها بمقتضى شرع الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني حتى في حال ذبح البهيمة الإنسان يستحضر الإحسان لله رب العالمين سبحانه وطاعة لربه سبحانه وتعالى. إذن هذه إحدى ثمرات بناء المجتمع على العقيدة السليمة. الثمرة الأخرى وهي مبنية على الثمرة الأولى وهي الرابطة هي زوال العصبية بين الناس. قبل مجيء الإسلام كانت هناك مجتمعات وكانت هناك محررات، كان فيه الفرس وكان فيه الروم وكان فيه حتى العرب وغيرهم من وكانت حضارات قائمة بذاتها، لكن هذه المجتمعات كانت قائمة على أساس القبيلة أو على أساس العشيرة أو على أساس النسب أو على أساس اللون والجنس أو نحو ذلك من الأمور التي كانت تبنى عليها المجتمعات في ذلك الزمان. فكان من مفاسدها وجود التعصب فيها، أن الإنسان يتعصب لقبيلته ويتعصب لبيئته ولبني جنسه ولبني لسانه ولغته ولونه ونحو ذلك من الأمور، فتراه يحب قومه ويزدري غيره، ولذا تجد عندهم الظلم وتجد استعباد الناس وتجد الحيف والجور وتجد كل المفاسد التي يمكن أن تتصورها مما يقع على بني آدم عياذا بالله سبحانه وتعالى. فجاء الإسلام فغير كل هذه المنظومة المجتمعية في حياة الناس وقلب الموازين كما يقال بلغة العصر، وصار أمر بناء المجتمع قائما على أساس التوحيد كما سبق وقائما على أساس الإسلام. وبناء على هذا لا يجوز لك بحال من الأحوال أن تتعصب لقبيلتك ولو كنت من أشرف الناس، ولا يجوز لك أن تتعصب للغتك أو لأفكارك أو لأي أمر كان من ذلك مما يتعصب له الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من دعا لعصبية، هذا ليس من هدينا،
ولا على طريقتنا، لأنه ليس من دين الله تبارك وتعالى. فرب العالمين سبحانه إنما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ليجمعهم على أمر واحد، وهو توحيد الله تبارك وتعالى، هو عبادة الله تبارك وتعالى. فكل شيء من شأنه أن يفرق الناس عن هذا الأمر الذي جمعوا له فإنه مذموم في دين الله. ولذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات وثار بين الصحابة ما ثار بسبب بعض المنافقين، وقد ثارت ثائرة بين مهاجري وأنصاري، نادى المهاجري يا للمهاجرين ينادي جماعته، ونادى الأنصاري يا للأنصار، فاجتمع هؤلاء واجتمع هؤلاء وكادوا أن يقتتلوا. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فخرج مسرعا عليه الصلاة والسلام: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. أبدعوى الجاهلية، بهذا يعلم أن التعصب ليس من دين الإسلام، وأنه من دعاوى الجاهلية التي هدمها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الذي يدعو إلى عصبية أيا كانت من جهة أو قبيلة أو لغة أيا كان فإنما يعود بأمة الإسلام إلى الجاهلية التي محاها النبي عليه الصلاة والسلام بفضل الله تبارك وتعالى. دعوها فإنها منتنة، شيء نجس قذر يقدره الناس ولا يحبه الله تبارك وتعالى. بالله عليكم وأنتم تسمعون هذا الحديث تجدون أن الخلاف الذي وقع بين المهاجرين والأنصار، وأن المهاجرين تداعى بالمهاجرين ونادى المهاجرين، والأنصاري نادى الأنصار، وكل من اسم المهاجرين والأنصار كما يقول العلماء اسم شرعي. اسم المهاجر واسم الأنصاري الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، في الأنصار هم أهل المدينة، أهل يثرب قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، الذين آووا المسلمين والذين ناصروا النبي عليه الصلاة والسلام. والمهاجرون هم الذين هاجروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا اسم شرعي يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن التسمي بهذا الاسم والدخول تحت هذا الاسم هو دخول تحت ما يحب الله تبارك وتعالى. لكن لما جعل هذا الاسم الشرعي سببا للتفريق بين المسلمين صار أمرا منتنا عياذا بالله سبحانه وتعالى، فما بالكم بغيره؟ هل يوجد في دنيا الناس شيء أشرف من المهاجرين والأنصار؟ هل يوجد هذا في دنيا الناس؟ هل يوجد لقب يمكن أن نتسمى به هو أشرف في ديننا من لقب المهاجرين ولقب الأنصار الذين كانوا الثلة الأولى، الثلة الطيبة التي نصر بها الله رب العالمين دينه؟ لا يوجد هذا. فإذا كان التعصب لهذا الاسم الشرعي منقوتا في دين الله فمن باب أولى أن يكون غيره كذلك، من باب أولى أن يكون غيره كذلك. فلا عصبية في الإسلام ولا تعصب في الإسلام، بل في الإسلام تمسك بدين الله ومحبة لعباد الله المؤمنين. الثمرة الثالثة وهي مبنية أيضا على الثمرة السابقة والتي بعدها. قلنا أولا من ثمرات بناء المجتمع على أساس العقيدة السليمة وجود الرابطة الإيمانية بين أهل المجتمع الواحد، زد على ذلك زوال العصبية بينهم، زد على ذلك وضع ميزان التفاضل فيما بينهم. الناس بطبيعتهم يتفاخرون، والناس بطبيعتهم يترفع بعضهم على بعض، وبطبيعتهم يفاضلون بعضهم على بعض، فيقولون فلان أفضل من فلان وزيد أحسن من فلان. فوضع رب العالمين سبحانه وتعالى في ذلك مقياسا يجب على كل مسلم أن يأخذ به، ويجب على كل مسلم أن يراعيه في تعامله مع الناس، وهو أن ميزان التفاضل في دين الله إنما يكون بحسب التقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جاءت هذه الآية بعد الآيات السابقة من سورة الحجرات التي فيها بيان حقوق الأخوة. جاءت هذه الآية حتى تكبح جماح الغرور في نفس كل إنسان. رويدك قف عند حدك
إنما أنت لآدم وآدم من تراب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى كلكم جميعا ترجعون إلى أصل واحد، إلى آدم عليه السلام وإلى حواء التي كانت زوجة والتي منها خرج الولد، وبث الله عز وجل منهما رجالا كثيرا ونساء بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. من آيات الله عز وجل الباهرة أن جعل الله عز وجل بني آدم شعوبا كثيرة وقبائل كثيرة مختلفة الألوان ومختلفة الأجساد والأحجام ومختلفة الألسن واللغات، وهذا من أعظم آيات الله تبارك وتعالى. إنسان لما ينظر إلى مثل هذا ويسمع هذا ويرى هذا يستدل بذلك على عظمة الله تبارك وتعالى. زد على ذلك ما نبه إليه رب العالمين في هذه الآية وذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل، لم يقل لتتفاخر ولا ليتعاظم بعضكم على بعض ولا ليرتفع بعضكم على بعض، لا، وإنما لتعارفوا. فالقصد من ذلك التعرف على بني جنسك وتعرف على من هو مثلك في الأصل من بني آدم لتستدل بذلك على عظمة الله تبارك وتعالى. إذا زال هذا ببيان أصل الناس جميعا وبيان أن الله تبارك وتعالى إنما نوع في خلقه للناس بهذا المقصد العظيم وهو التعارف، إذا لم يبقى في ميزان التفاضل غير تقوى الله تبارك وتعالى. فلا يصح بعد هذا أن يبنى التفاضل على ما سبق ذكره من نسب أو شعب أو قبيلة أو نحو ذلك، بل لا يكون التفاضل إلا على ميزان إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا الذي يجب أن نتعامل به فيما بيننا. لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نقدم الإنسان لشرفه ونسبه ولم يكن في ذلك صالحا، لا يجوز هذا في دين الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقولوا للمنافق سيد، لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أغضبتم ربكم. المنافق هذا الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان والإسلام لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نسوده، أي أن نرفعه ونجعله شريفا في الناس، لأنه هين عند الله تبارك وتعالى، فإن رفع كان سببا لغضب الله تبارك وتعالى. بل الذي ينبغي أن يرفع شأنه بين الناس وأن يعلى شأنه وشرفه عند الناس وعند الله تبارك وتعالى هو صاحب التقوى، هو صاحب الصلاة، هو صاحب الاستقامة على دين الله، ولو كان محتقرا عند الناس، ولو كان من ضعفاء الناس، ولو كان من المزدرين عند الناس، ولو كان من الفقراء الذين لا يملكون شيئا. لماذا؟ لأن الميزان عندنا هو الصلاح، الميزان عندنا هو الصلاح، فنحب الناس لصلاحهم ونبغض الناس لصلاحهم. إذن أيها الكرام، هذه بعض آثار بناء المجتمع على العقيدة السليمة، وبهذا سعد مجتمع الصحابة، وبهذا سعد المجتمع الذي كان فيه زمان النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن حينما نتحدث عن هذه الأمور لا نتحدث من فراغ، ولا نتكلم عن شيء يرسم في الذهن أو عن صورة تقع في الخاطر، لا، بل نتكلم عن واقع كان يعيش بين الناس ويمشي فيما بينهم، يراه العرب والعجم، يراه القاصي والداني. هو الزمن الذي عاش فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الزمن الذي كان فيه الخلفاء الراشدون، هذا الزمن الخير الذي كان فيه المجتمع كله طوع أمر الله تبارك وتعالى. فبإمكان الأمة أن تعود إلى مثل ذلك الحال، لكن أن تعرف السبيل إلى ذلك. لا بد حتى ترجع إلى ذلك الحال أن تعرف السبيل إلى ذلك، والسبيل أن تكون على ما كانوا عليه، وأن ترجع إلى ما كانوا عليه، إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما عاش عليه الصحابة الكرام من تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى، ومن لزوم المعتقد السليم الذي يبعثك على العمل الصالح بإذن الله تبارك وتعالى. العقيدة الإسلامية أيها الكرام هي عقيدة نقية صافية، هي عقيدة واضحة كما ذكرنا. بحمد الله تبارك وتعالى المسلمون في عقيدتهم لهم أسس يسيرون عليها، ولهم منهج
يتعاملون به من خلال عقيدتهم في تلقي العقيدة وفي العمل على ضوء هذه العقيدة. فمن أعظم هذه الأسس أنهم يتلقون عقيدتهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أن مصدر عقيدتهم ليس العقل المجرد ولا هوى النفوس ولا ما يضعه البشر من قوانين أو نحو ذلك مما يكون في حياة الناس، لا، وإنما هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمران ما إن تمسكتم بهما، وفي رواية ما إن اعتصمتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هما أمران إن استمسكت الأمة بهما بحق لن تضل بعد ذلك، وإن أخذت الأمة بهما بحق لن تضل بعد ذلك، وهما المقصودان في قول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا من مقتضى الإيمان أن يرجع المسلم في أموره كلها، لا سيما حال وقوع التنازع إلى الله، وذلك بالرجوع إلى كتاب الله، وأن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بالرجوع إلى سنته عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الأساس الأول، وهذا أحد دعائم العقيدة الإسلامية عند المسلمين بحمد الله، وهو أن منهج التلقي واضح وهو من الوحي. الأمر الثاني هو التسليم المطلق لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. المسلم يفقه هذه الآية، يعلم بأن حياته الحقيقية هي في طاعته لربه سبحانه وطاعته لنبيه عليه الصلاة والسلام، فتراه في ذلك يسلم لله عز وجل تسليما مطلقا، لا يعارض في دين الله، يتلقى ما يأتي عن الله سبحانه وتعالى بصدر رحب وصدر منشرح واسع وقلب راض بما يأتي عن الله. حاله في ذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذلك في قول ربنا سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن المسلم لا يختار من أمر الله، بل يأخذ ما جاء عن الله تبارك وتعالى بالتسليم، وهذا حقيقة الإسلام كما عرفه العلماء ودلت عليه النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فحقيقة الإسلام استسلام لله تبارك وتعالى. وقد ذكر الله عز وجل أن من أخص صفات عباد الله المتقين